السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر، بحبكم كتير في الله. النهاردة اللي لسه ما عملتش كيكة الجلاش تيجي جنبي هنا، لأنك اما تعمليها مش هتبطلي تعمليها تاني. حاجة حلوة سهلة وبسيطة وسريعة وجميلة وطعمها روعة 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 وخيال ورهيب وكل حاجة حلوة فيه. شايفينها ما شاء الله جميلة ازاي؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف معانا ايه. معانا أول حاجة طبعا لفة الجلاش، ومعانا علبة زبادي وكوباية ونص لبن ونص كوباية سكر ونص كوباية زبدة على زيت واتنين بيضة وفانيليا ورشة ملح ومعانا معلقة بيكنج باودر. هنبتدي مع بعض. أول حاجة هنعمل الشربات. المقادير الشربات بتاعنا اللي هو ايه: كوباية ونص سكر وكوباية مية وعصير ليمونة متوسطة وكيس فانيليا أو ظرف فانيليا. هنبتدي الأول نعمل الشربات علشان ايه يبرد ويبقى جاهز. هنضيف المكونات بتاعته ونحطه على النار، وأول ما يغلي هنضيف له عصير الليمون وهنبتدي نقلبه. اما حطينا المكونات طبعا ما بنقلبش، لكن اول ما يغلي ونحط له عصير الليمون بنبتدي نقلبه وبنسيبه بعديها من 7 ل10 دقايق ويطلع معانا بالمنظر الجميل ده. وهنختبره مع بعض. هنشوف المعلقة بتلزق اهي، بتتشال بصعوبة شوية او ببطء شوية، يبقى جاهز معانا. هنسيبه بقى يبرد ونحطه في التلاجة ونجهز ايه الصينية الكيكة بتاعت الجلاش دي. صينية التشيز كيك هنبتدي نحط لها ورق زبدة على المقاس بالظبط. تمام كده. وبعدين بندهنها من تحت ورق الزبدة وبنحط مقاس الورق الزبدة عليها، وبعد كده بندهنها برضو من فوق الورق. تمام كده اهي جاهزة معانا اهي خلاص. هنبتدي بقى نعمل فيها حركة تانية علشان منعا للتسريب الخليط بتاع الكيكة، عشان الخليط بتاع الكيكة بيبقى خفيف شوية، فبنحافظ بنحافظ عليها. بنجيب الفويل ونقيسه برضو نفس مقاس الصينية وبنغلفها كده من جميع الجوانب. تمام كده بقت جاهزة معانا. نبتدي بقى اهي من تحت جاهزة. هنبتدي بقى نحطها في صينية تانية برضو علشان يسهل ان احنا نطلعها من الفرن وندخلها ونطلعها من الفرن. هنجيب بقى لفة الجلاش بتاعتنا. الصينية دي حوالي مقاس 26 وبتاخد لفة الجلاش دي كلها. هناخد ورقة ورقة اهي وبنلفها كده لفة حلوة زي الوردة كده، اي شكل يعني، بس هو الشكل ده. واحدة واحدة اهي، واحدة واحدة معانا، وبتبقى كده مفرغة من فوق زي الوردة كده. ونرص بنرص في الصينية برضو. هنعمل واحدة معاكم تانية اهي. بصوا متفرغة ازاي عشان الخليط يدخل في الجوانب دي كلها. وهنرص في الصينية ونزنقها جنب بعضها كده اهي. هتطلع بإذن الله جميلة اهي. رصيتها كلها وجاهزة اهي. وهنغطيها بفوطة يعني عقبال ما نعمل الخليط هنعمله في الخلاط. هنحط الزبدة والزيت ونص كوباية السكر والاتنين بيضة وظرف الفانيليا وكوباية ونص لبن وذرة الملح او رشة الملح والزبادي بتاعنا.
كوباية زبادي صغيرة يعني، ومعلقة ايه البيكنج باودر، وهنضرب الخليط. خلاص ضربنا الخليط، خلاص اهو في الخلاط. هنبتدي بقى نوزعه على الصينية الجلاش اهو. طبعا الزبدة دي اللي اتكتلت شوية بس ما فيهاش مشكلة، مش هتعمل اي مشكلة وهتطلع جميلة، لان انا ما كنتش مسيحاها شوية يعني. عايزة تسيحها شوية اوكي، اهي بقت جاهزة خالص وظبطتها. وهدخلها الفرن على 180 درجة وتتحط في النص، في الوسط يعني. وهتطلع لنا بالشكل الجميل ده ما شاء الله ما شاء الله. هتاخد حوالي من 45 دقيقة. والعسل بتاعنا هو برد وتقل ما شاء الله اهو، وجاهز علشان نسقي بيه كيكة الجلاش بتاعتنا الجميلة دي اهي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهنفرغها من الجناب كده، هي ما شاء الله مش لازقة ولا حاجة. انا شلت طبعا الفويل وشلت ويعني وجاهزة كده. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اعملوها وهتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء بفيديو جديد وسريع ومفيد. أحبكم كتير في الله. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.